السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور بطة، والنهاردة عايزين نسرح بخيالنا شوية. تعالوا تخيلوا معايا كده واسرعوا بخيالكم بقى براحتكم ان انتوا بقالكم 10 سنين بتتصدقوا حاجة حلوة. تمام، كل شهر بتطلعوا مبلغ حلو و... وانت كده وانت او انتي فاكرين ان عندكم جبال من الحسنات مستنيكم يوم القيامة. بس في الاخر تكتشفوا ان 70% من الصدقات دي ثوابها صفر. ليه؟ عشان خاطر 3 اخطاء بسيطة جدا ربنا حذرنا منها في القرآن الكريم. النهاردة انا جاية اتكلم معاكم بصراحة عن 3 حاجات بسيطة، يعني مش بسيطة بس هي 3 حاجات بنعملها بتبطل الصدقة. تمام، واتمنى تكملي الفيديو ده للاخر عشان هو مهم جدا، ولو استفدتي منه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان غيرك يعرف. طبعا قبل ما نخش في الفيديو، ايه رايكم في الاوتفيت ده؟ تحفه اكيد، ده اوتفيت العيد. تمام، العيد اللي لسه من قريب ده. قولوا لي ايه رايكم. طبعا اول مره البس جيب وكده، فقولوا لي ايه رايكم. بسم الله نبدا الفيديو. قبل بقى ما ندخل في المشكلات اللي بتبطل الصدقه، خلينا الاول نعرف ايه فضل الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. وربنا قال ووعدنا في القرآن الكريم في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني الجنيه بيساوي 700 جنيه حسنات. تخيلي البركة. بس بشرط واحد مهم جدا: الإخلاص وعدم إبطالها. وهنا تيجي المشكلة اللي لازم نحلها. من غير كلام كتير، يلا بينا ندخل في الأخطاء. والخطأ الأول هو المن. الأول خلينا نعرف يعني إيه من. يعني تذل الشخص اللي انت اديته صداقتك، يعني بتمن عليه بيها. هديك مثال عشان تفهم أكتر. مثلا تدي جارتك فلوس عشان خاطر بنتها تعبانة، وبعد شهر تتخانقوا وتقولي لها في وسط الخناقة: انت ناسية الفلوس اللي اديتها لك؟ ده لولايا كان زمان بنتك. وقفتي صح؟ كده انت هديتي كل اللي بنيتيه. ربنا قالها بكلام مباشر وصريح جدا في سورة البقرة. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تبطلوا يعني تمسحيها، يعني كأنك ما تصدقتيش أصلا. طب ليه ربنا شدد كده؟ عشان الصدقة بين العبد وربه. لما انت تدخلي الأنا بتاعتك دي، كده ربنا خرج من المعادلة. استغفر الله العظيم. يعني العلاج او الحل، عشان انا طبعا مش هسيبكم من غير حل، اكيد انتوا عارفين. انتي بعد ما تدي للشخص ده الصدقة، قولي ربنا يتقبل، وانسي الموضوع كأنك رميتيها في البحر. اللي اخدها دي حاجة بينه وبين ربنا، خلاص اعتبري ان انتي خلاص كأنك ما سلفتيش الشخص ده او تصدقتي. يلا بينا نكمل الاخطاء. الخطأ التاني هو الأذى. الأذى هو تجريح المحتاج بالكلام او بالقول بعد ما تديه الصدقة. هديك برضو مثال عشان تفهم قصدي ايه. واحد جالك او جالك يطلب مساعدة، وانت ساعدته واديتله، وبعدها قلتله او قلتيله: هو خد بس ما تجيش هنا تاني. او هو انت مش لاقي شغل ليه؟ او بصيتيله بصة دونية. انت كده كسرتي قلبه، وكسر القلوب عند ربنا اكبر بكتير من الصدقة نفسها. ربنا قال لنا في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ركزي، ربنا بيقولك كلمة طيبة زائد تسامح أحسن عندي بكتير من فلوس زائد إهانة للشخص ده. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطى أحدا كان يعطيه بيديه الاثنين الشريفتين ويبتسم في وجهه عشان يحفظ ماء وجهه. واحنا طبعا بناخد الرسول عليه افضل الصلوات والسلام قدوة لينا في حياتنا، فاحنا بنقلد الرسول. العلاج: لو مش هتقدري تديه او تساعدي الشخص ده، اعتذري له بس بكلمة طيبة. ربنا قال لنا في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا لهم قولا معروفا. وطبعا الكلمة الطيبة صدقة. الخطأ الثالث والأخطر هو الرياء. الرياء هو انك تعمل العمل
عشان خاطر الناس تشوفك وتمجد فيك. هديك مثال برضو عشان تفهمني. مثلا عملت صدقة كبيرة جدا ورحت مصورة ومنزلها ستوري وكاتب على الستوري الحمد لله على نعمة العطاء، وانت في نيتك وفي قلبك ان الناس تقول الله دي قمر وبتتصدق وقلبها ابيض وبتعمل اعمال صالحة. انتبهي، انت كده خلاص اخدتي اجرك من الناس، خدتي اللايك والكومنت، فما تستنيش اجر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال عن المنافقين اللي كانوا بيتصدقوا رياء في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء بالشرك الأصغر عشان خطورته. العلاج قاعدة ذهبية: سرك بينك وبين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله. ونكمل بقية الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تعال احكي لكم قصة صغيرة عجبتني قوي عن الصدقة. كان في تابعي اسمه أيوب السختياني، كان بيتصدق في السر لدرجة ان مراته ما كانتش تعرف. كان بياخد الفلوس في كمه ويحطها في ايد السائل وهو في الصلاة. شفت حاجة احلى من كده؟ خلاصة الكلام يا اخواتي انا اسفة معلش، الصدقة مش فلوس وبس، الصدقة نية ولسان وقلب. ربنا قال في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني ينفع تعلني لو فيها تشجيع، بس الإخفاء أفضل وأطهر للقلب. هديكي 3 قواعد تمشي عليها بعد النهاردة: ادي وانسي، ادي وابتسمي، ادي لله وبس. اللهم اجعلنا من المتصدقين المخلصين وتقبل منا ولا تبطل أعمالنا بالمن والأذى والرياء. لو الفيديو لمس قلبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتبعته لحبايبك وصحابك عشان الدال على الخير كفاعله. اشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.